رابع ركلات ترجيح تجمع ميلان واليوفنتوس في النهايات التسع اللي جمعت الفريقين. نهائي كاس ايطاليا 73 تعادل 1-1 وفاز ميلان بركلات الترجيح. في عام حقيقة 2003 دوري الأبطال تعادلوا وفاز ميلان بركلات الترجيح. السوبر الإيطالي 2003 اللي تكلمت عنه تعادلوا 1-1 في نيوجيرسي وفاز يوفنتوس بركلات الترجيح. هذه الرابعة، الأولى لماركيزيو. سجل عندك يا مشاهد، الأولى لماركيزيو وبالتالي موجود في المرمى يتقدم. جول أول من ركلة ترجيحية أولى. لكن في ركلات الترجيح في نيوجيرسي سجل لليوفنتوس ديفايو وتريزيجيه وبرينديلي وكامورانيزي وفيرارا، كلهم سجلوا، بينما سجل لميلان بيرلو سيرجينيو وضيع بروكي كريستيان بروكي. وهذا الميلان الآن يؤازر وسجل نيستا ولم يكن ذلك كافيا. الآن لدينا الدور على من؟ الدور على لابادولا. ماذا يفعل لابادولا؟ بوفون في المرمى ولابادولا يتقدم ويسدها بوفون. لابادولا يضيع نعم. وبالتالي شوف سددها سهلة، بالمناسبة سددها سهلة. نعم باعت وهذا العاشق المغرم للبيانكونيري. ماذا يفعل مانزوكيتش لليوفنتوس يتقدم. وهذا كيليني الحديث مع طبعا ماركيزيو اللي سجل في المرمى. موجود دوناروما ومانزوكيتش يتقدم الآن. ضربة جزاء ثانية، يسدد، يضيع قوية جدا، تصطد في العارضة وبالتالي بتضيع. هل يعود ميلان؟ من المتقدم؟ إنه بونافنتورا. هذه الكرة القوية جدا، مسددة قوية طبعا، واصطدت بالعارضة وارتقت عاليا. وهذا بونافنتورا يريد أن أيضا يواصل عطاء الكبير في هذه المباراة إذا نجح في تسجيل ركلة ترجيحية. لكن أمامه هذا الكبير، هذا المتحفز، هذا الرجل الذي يلعب مباراة رقم 600 وقال بالحرف الواحد لن تكون الأخيرة. وبونافنتورا يتقدم الآن، ضربة ترجيحية في غاية الأهمية. حكم المباراة يطلب منه أنه يعيد طبعا التنفيذ أو يضع الكرة في المكان السليم. حالة ترقب كبيرة جدا في المدرجات. هل يعود لي التعادل من الركلة الثانية بعد ما ضيع لابادولا؟ يتقدم الآن وكرة بالفعل يسجل. الله، بصورة جميلة بونافنتورا. الأمور الآن التعادل في كل شيء، 1-1 في المباراة ككل. وهذا اليوفنتيني كان يتمنى أن تكون ضائعة، وهذا الروسينيري سعيد بالعودة إلى التعادل. 1-1 في ركلات الترجيح، 1-1 في المباراة ككل. ويا لها من أعصاب عزيزي المشاهد المتابع للفريقين، العاشق للفريقين. الآن هيغوايين، الثالثة لليوفنتوس هيغوايين دوناروما في المرمى. هيغوايين، ماركيزيو سجل الأولى، مانزوكيتش أضاع الثانية. ماذا يفعل الأرجنتيني؟ هيغوايين يتقدم والحضور لحارس المرمى دوناروما يتقدم، يسدد جول في منتصف المرمى مباشرة، لأن الكل يعلم بأن حارس المرمى أيا كان طبعا يختار له زاوية يطير فيها هو وقراءاته، صابت يا خابت. لكن بالفعل استغل ذلك هيغوايين ووضع الكرة في منتصف المرمى مباشرة، وكانت بالتالي تقدم اليوفنتوس. الآن يتقدم لاعب فريق نادي ميلان. طبعا مونتليفيو خارج الملعب مباشرة وخارج القائمة لأنه مصاب، ولكنه موجود مع المجموعة. وهنا كوشكا، هذا كوشكا يتقدم الآن. ولاحظ النظرات من جانب بونافنتورا أو عفوا من جانب مونتيلا. ترجيحية ثالثة، يتقدم كوشكا الآن، يسدد جول، هدف أيضا 2-2. جالياني
جالياني يتابع ويناظر، والأمور عند تعادل مثير عزيزي المشاهد، تعادل في غاية الإثارة، ربما تصل إلى ما هي أبعد من الركل. يعني فعلا في هذه السن المتقدمة يفرح بهذه الصورة. ضربة ترجيحية، سامي خضيرة الآن، خضيرة يتقدم للركلة الرابعة لليوفنتوس، يتقدم، يسجل بكل ثقة. التونسي يصعد عاشق لبيانكونيري. نعم، كل ما سجل فريق كلما حول الضغوطات على الفريق الآخر. شوف بذكاء كبير اختار الزاوية، ما تردد، سدد، ما كانت قوية وإنما كانت مركونة بصورة جيدة. والآن لدينا لاعب أبدع في المباراة، إنه الإسباني سوسو على التنفيذ. هذا سوسو ربما ندم كبير في ليفربول على ترك هذا الموهوب، لكنه الآن أمام ضربة ترجيحية مهمة، يتقدم جول أيضا بصورة ذكية. لكن يا أعصابك يا أخي، أنا كنت أتكلم عن بيرلو بالمناسبة. بيرلو في 2006 تقدم بركلة ترجيحية وقال يعني لنفسه عندما تقدمت لتسديد ركلة الترجيح في نهاية مونديال 2006 قلت لنفسي إما أن تكون توتي وإما أن تكون غبيا، إما أنك تكون توتي وتفعل كما فعل توتي، وإما أن تكون غبيا، وكان بالفعل الذي أهدى. لكن الآن لدينا ديبالا موجود على ركلة ترجيحية خامسة لليوفنتوس، يتقدم ويسدد ويصدها دوناروما، يا ماروتا، صدها دوناروما الكرة الماضية. وبالتالي انسجل الآن ميلان، فإن اللقب يا باساليتش يا كرواتي يا صغير سيعود لميلان يا مونتيلا بعد غياب طويل ضيع ديبالا. وبالتالي الآن باساليتش، بوفون في المرمى، بطولة لميلان أم يعود اليوفنتوس؟ كرة جول! مبروك ميلان، ولاحظ الفرح الكبير. عاد ميلان، بطولة غابت سنوات، يعود ميلان بالفعل ويتوج ميلان بالسوبر الإيطالي في هذه الأمسية الإيطالية المثيرة عزيزي المشاهد. نعم، ركلة ترجيحية باساليتش، واليوفنتوس كلما جاء للدوحة كلما خسر اللقب بركلات الترجيح. 2014 يا ديبالا أمام نابولي بركلات الترجيح، 2016 أمام ميلان بركلات الترجيح. لكن يا هي فرحة عند عشاق ليبيا، عند عشاق الروسينيري، فرحة عند هذا الرجل، دموع الفرح. ميلان يتوج ودوناروما، مباراة أخرى خيالية. لاحظ دموع الفرح، انتظر ميلان كثيرا، انتظر ميلان طويلا، انتظر ميلان عزيزي المشاهد كثيرا، يتوج الليلة هنا في الدوحة، انتظر 5 أو 6 سنوات كاملة، وبالتالي يعود الآن. هذه بطولة بعد غياب طويل، ونحظ العناق الكبير في هذه الأمسية الكبيرة. هذا باساليتش دخل في الشوط الثاني ووصل إلى الركلة الترجيحية، وهذا هيغوايين توج مع نابولي هنا في 2014، ولكنه يخسر في نفس الملعب
في 2016 أمام الفريق الكبير نادي ميلان. أفراح ميلانية مستمرة والكثير من الحزن هنا على محيا جماهير فريق نادي اليوفنتوس الذي كان يمني النفس بالبطولة الثامنة بالسوبر الثامن، ولكن هذه الليلة ميلان يعادل اليوفنتوس وتصبح الأمور 7 ألقاب سوبر لميلان و7 ألقاب سوبر أيها السيدات والسادة لنادي ميلان. وكرة قدم إيطالية قدمت على طبق فاخر هنا في العاصمة القطرية الدوحة. هكذا الأفراح.